ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بقى النهارده في فيديو جديد، فيديو حلو قوي. انا عارفه طبعا ان انا بقالي فتره كده ما كنتش بنزل معاكم فيديوهات، بس حقيقي كان عندي شويه ظروف كده، وصراحه كنت مصوره والله فيديوهات كتير جدا، بس ما كانش ليا نفس كده بصراحه ان انا اعمل مونتاج للفيديوهات وانزل فيديوهات بقى وكده. بس اتشجعت بقى المره دي وحبيت انزل معاكم الفيديو ده، لان هي بصراحه وصفه حلوه جدا وكمان سهله وبسيطه. وبما اننا بقى داخلين على الدراسه وكده، فكلنا هنبقى محتاجين بقى ايه، وصفات سهلة كده وبسيطة للغداء، او حتى كمان ممكن نعملها للفطار كده للولاد قبل ما ينزلوا المدرسة. لان زي ما قلت لكم هي وصفة سهلة خالص، وكمان كل المكونات اللي فيها موجودة عندنا في البيت، ومش هتاخد معانا وقت كده وهتخلص على طول. بس الاول بقى قبل ما نبدأ في الفيديو كده، ما تنسوش تعملوا لايك وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. ولو انتوا جداد معايا في القناة نورتوني وشرفتوني، خدوا جولة كده برضو في القناة، وان شاء الله هتلاقوا فيديوهات حلوة قوي هتعجبكم. وكمان بقى ما تنسوش تكتبوا لي تحت تعليق كده حلو يشجعني، ونستمر برضو كده ان احنا نعمل فيديوهات كتير مع بعض، وارجع اصور كده تاني وانزل لكم برضو الفيديوهات. وكمان بقى يلا بينا ندخل كده على وصفة النهاردة، واقول لكم هنعملها بكل تفاصيلها ازاي. اول حاجة استخدمتها كده في الوصفة اللي موجودة معايا، استخدمت كده حبات البطاطس اللي انتوا شايفينها معايا دي. ده العدد اللي انا استخدمته من البطاطس، طبعا زي ما انتوا حابين بقى، ممكن لو انتوا حابين تكتروا الكمية مثلا شوية او كده ممكن تزودوا عدد البطاطس، بس ده الكمية اللي طلعت معايا دي كانت كويسة يعني بالنسبة لي بصراحة. بدأت ان انا كده اقشرها، وبعدين غسلتها كويس، وبدأت ان انا اقطعها كده مكعبات صغيرة. بعدين هبدأ ان انا اسلقها كده في المية اللي انتوا شايفينها دي، يا دوبك بس المية تكون مغطياها كده. وانا ما بحبش بصراحة ان انا اسلق البطاطس بقشرها وكده، فبحب ان انا اقشرها الاول واحط عليها برضو شوية ملح كده عشان تاخد الملح بتاعه. وهنا خلاص كانت استوت كده. دي البطاطسية اللي انا كنت بختبرها، فعشان كده كنت بوريها لكم، عشان كده تحسوا انها بس مهروسة شوية. بس هو كانت البطاطس مسلوقة كويس يعني، ما كانتش مهرية قوي معايا او كده. بدأت بقى خلاص ان انا اصفيها كده من المية اللي هي موجودة فيها، وحطيتها بقى في اللي هو الطبق اللي موجود معايا ده. وهبدأ ان انا اهرسها كده باي شوكة مثلا موجودة عندي، او حتى لو عندكم مثلا هرسة البطاطس او كده هتبقى معاكم كويسة، او اللي هي بتاعة الفول دي برضو كانت بتبقى كويسة يعني. احنا عاوزين بس اهم حاجة ان احنا ننعم البطاطس كده معانا كويس، علشان يطلع بعد كده القوام بتاعها حلو كده. طبعا احنا زي ما احنا قايلين احنا حاطين عليها ملح وهي بتتسلق، لو انتوا برضو مش بتحطوا ملح مثلا وهي بتتسلق او كده، او مثلا حتى لو هي عايزه شويه ملح ممكن ان احنا نزود لها شويه ملح في المرحله اللي احنا بنهرس فيها دي، بحيث برضو ان الملح يتوزع على كل الاجزاء اللي هي موجوده معايا. الخطوة بقى التانية كمان اللي انا بعملها، ببدأ ان انا احط عليها كده كيسين من المايونيز. طبعا لو ما عندكوش الاكياس اللي هي الصغيرة دي، ممكن تحطوا مثلا معلقة مايونيز واحدة مثلا من الكبيرة ديت، برضو بتخلي القوام بتاع البطاطس كريمي كده وبيكون ناعم. عايزة اقول لكم كمان ان انا حطيت عليها معلقة كده من القشطة اللي هي بتاعة اللبن، انا كنت شايلها لسه صراحة من على اللبن، فحطيتها برضو عليها، ادتها طعم حلو جدا، نقلتها كده في مكان تاني خالص. ممكن لو انتوا برضو ما عندكوش مثلا المايونيز او كده، ممكن تحطوا عليها القشطه ديت هتبقى كفايه يعني، بس المايونيز برضو بيديها طعم حلو كده. بدات احط عليها كمان شويه فلفل وشويه كمون بقى لو انتوا بتحبوا برضو الكمون، بس انا مش بحبه قوي فما حطيتش بصراحه، حطيت بس فلفل بس، والملح بتاعها كده كان تمام. بدات بقى ان انا اهرسهم كده كلهم مع بعض عشان اخلط كده كل الخليط اللي موجود معايا ويبقى كويس. هنا خلاص كانت وصلت كده، نعمتها بصراحه على قد ما اقدر يعني، فالقوام بتاعها يعتبر كان كويس معايا. هنبدأ بقى نحطها في العيش، والعيش بقى اللي انا استخدمته في الوصفة دي العيش العادي خالص اللي احنا بنشتريه دوت، او ممكن العيش البلدي، او لو عندكم مثلا كريب كده العيش اللي هو بتاع الكريب هيبقى برضو كويس جدا، او العيش السوري برضو هيبقى حلو قوي. بس انا بصراحة يعني حبيت الوصفة تكون سهلة معاكم، وان احنا نمشي باي عيش موجود عندنا في البيت مش هيحصل اي حاجة، الوصفة برضو هتكون حلوة جدا. إيه، بدأت كده افتح العيش زي ما انتم شايفين، وبعدين هبدأ ان انا احط كده عليه كمية من الجبنة. ده كان ميكس جبن كده، ممكن تكتفوا بس بالجبنه الموتزاريلا برضو علشان تدي مطه معاكم كويس، بس انا حطيت بصراحه ميكس جبن كده كان موجود عندي، فادتها برضو طعم كويس وادتها مطه كده يعني، بس مش قوي لان متهيالي الموتزاريلا يعني بتسيح اكتر وبتدي مطه كده حلوه في الاكل بعد كده.
بدأت احط طبقة كده الاول من الجبنة، وبعدين حطيت طبقة كده من البطاطس اللي احنا كنا مجهزينها مع بعض، وبحاول برضو ان انا انيمها كده على قد ما اقدر، بس هي بصراحة كانت بتلزق برضو معايا في الشوكة كده، كنت بستخدم ايدي بحيث ان انا برضو ابدأ ان انا انيمها كده كويس علشان برضو ما تقعش او كده. وحطيت كمان طبقة كده من الموتزاريلا برضو عليها، وهبدأ كده ان انا اقفل العيش بقى عليها، وهنا خلاص يبقى كده الساندوتش، اول ساندوتش جاهز معانا. بصراحة كان طعمها حلو جدا، عايزاكم تجربوها بجد، هتطلع معاكم حلوة جدا. وبدات برضو ان انا اطبطب عليها كده او ابطط عليها كده، بحيث برضو ان انا اوزع كده الخليط اللي انا حطيته جوه في العيش ويروح برضو للاجزاء اللي هي في الطرف دي، لان ما كنتش عارفه برضو ان انا احط فيها، وكانت الحاجات بتقع مني كده زي ما انتوا شايفين. لو وصلتوا بقى معايا في الفيديو للجزء دوت، ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، وكمان تشتركوا في القناة علشان أسرتي كده تكبر بيكوا، وكمان تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. واكتبوا لي برضو تعليق حلو كده، وقولوا لي ايه رأيكم في الوصفة بتاعتنا النهاردة. وصفة سهلة وبسيطة خالص وما كلفتناش اي حاجة، وطبعا البطاطس موجودة عندنا في كل بيت، فمش هتكلفنا كتير ان شاء الله، وان شاء الله تجربوها وتطلع معاكم حلوة جدا. تاني حاجة بقى هستخدمها، استخدمت العيش البلدي ده، كان عندي بصراحة رغيفين كده كنت حطاهم في الفريزر، فبدأت ان انا اطلعهم وسبتهم خالص لحد ما فكوا، وبدأت برضو اعملهم بنفس الطريقة الاولانية. بدأت احط كده شوية من الجبنة الموتزاريلا، وبعدين حطيت حشوة البطاطس اللي احنا عملناها مع بعض، وزي ما انتم شايفين طريقتها كانت سهلة وبسيطة خالص، هي شوية بطاطس بس والكيسين المايونيز وخلاص على كده، وطلع شكلها حلو جدا وطعمها كمان كان حلو جدا. خلصت بقى كل كمية العيش اللي انا كنت عاوزاها، والعيش برضو البلدي دوت. وهنبدأ بقى الخطوة اللي بعد كده نديها تشويحة كده بسيطة على الطاسة كده على النار، علشان بس تاخد لون كده وتبقى مقرمشة معايا، عشان برضو الولاد بيحبوا الحاجات يكون فيها قرمشة وكده عشان يرضوا ياكلوا. عايزة اقول لكم ان هم قالوا لي ده كريب حلو قوي يا ماما وطعمه حلو قوي، يعني خلاص احنا سميناه من النهارده ده كريب البطاطس يا ولاد، والولاد بصراحة حبوه جدا. طبعا الجبنة برضو ادته طعم حلو قوي، فعشان كده بقول لكم جربوه برضو لاولادكم كده، وصفته سهله وطريقته بسيطه وبيخلص على طول، والولاد زي ما بقول لكم هيحبوه جدا. بدات بقى استخدم طاسه الكريب ديت، وحطيت عليها كده شويه من الزيت، وبدات انزل بقى عليها بالعيش كده اللي هو موجود معايا. حطيته الاول كده، النار تعتبر كانت متوسطه مش عاليه قوي برضو ومش واطيه، علشان بس برضو ما يتحرقش مني قوي، انا بس عاوزاه ياخد لون كده ذهبي حلو كده ويبقى مقرمش برضو، عشان يبقى طعمه حلو مع الولاد ويحبوا ان هم ياكلوه. كنت بضغط كده برضو على العيش قوي، بحيث ان الجبنه اللي جوه تبدا انها تسيح معايا وتدي شكل برضو حلو وطعم حلو. ما كنتش حابه بصراحه ان انا افصل الفيديو معاكم علشان تشوفوا كل الخطوات بتاعته. هنا خلاص كان اول جزء كده بدا ان هو يتحمر معايا، وبدا ان هو يقرمش كده شويه، فبدات بقى ان انا اقلبه كده برضو على الجزء التاني. بصوا كنت بوريكم هنا الجبنه انها بدات تسيح وبقى شكلها حلو، فعلشان كده خلاص بدات ان انا اقلبه برضو على الناحيه التانية. هبدا برضو ان انا احمره كده شويه واديله لون، وبعدين خلاص هشيله، وهكمل برضو كل السندوتشات اللي هي موجوده معايا او كل العيش اللي انا عملته بنفس الطريقه كده. طريقتها برضو سهلة وبسيطة، ولو انتوا مثلا ما بتحبوش العيش مقرمش، او ولادكم مثلا لسه صغيرين شوية مش بيحبوا العيش المقرمش او مش بيعرفوا ياكلوه، بلاش الخطوة دي خالص. هي بصراحة كان طعم البطاطس لوحده اصلا بالعيش كده حتى والله كانت حلوة جدا، بس انا كنت عايزة غير الولاد عندي يعني علشان ياكلوا ويقولوا الله ده طعمه حلو كده، زي ما اقول لكم هم قالوا عليه خلاص ده كريب بالبطاطس، وكانوا مبسوطين بيه جدا. كده خلاص بقى كانت الناحية التانية كان خلاص احمرت برضو معايا، فبدأت ان انا اطلعها كده، وكنت بحاول ان انا اوريكم ان هو مقرمش. وبعدين بدأت ان انا انزل برضو السندوتشات اللي هي كانت في العيش البلدي كده الموجودة معايا، وهعملها برضو بنفس الطريقة كده، هحمرها من كل وش بحيث برضو ان طعمها يكون كويس. وصراحة كان عندي كده باقي شوية من فراخ يعني، فبدأت ان انا احطها برضو في العيش كده، يعني قلت برضو يبقى سندوتشات كده من ضمن السندوتشات، عشان لو في حد مثلا ما حبش الوصفة ديت يبقى هو ياكل السندوتشات دي. بس الحمد لله يعني هي طلعت طعمها حلو، والولاد بصراحة كانوا مبسوطين بيها جدا. هنا بقى بدأت ان انا اقطع العيش كده اجزاء، حبيت ان انا اعمله شكل مستطيلات كده، شكل مثلثات قصدي كده رفيعة شوية عشان يبقى الشكل بس بتاعها كويس. ممكن نسيبه مدور كده برضو شكله كان حلو جدا، بس انا حبيت اقطعه كده عشان برضو نعرف ناكله كده. وهبدأ بقى ان انا ارصه برضو في الطبق كده بطريقة كويسة، زي ما قلت لكم الفكرة حلوة جدا ووصفتها سهلة كمان، وطريقتها بسيطة خالص. واهم حاجة بصراحة انها ما خدتش وقت معايا وخلصت على طول. فكرة كده الغدا مثلا زي ما بقول لكم، او فطار كده تبقى سريعة، لان احنا بقى خلاص داخلين على المدارس، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يبارك في ولادنا جميعا يا رب.
فعايزين بقى وصفات سهلة كده وبسيطة ليهم، وعايزين ننجز وما نقفش بقى في المطبخ كتير عشان هيبقى فيه واجبات وفيه التزامات كتير قوي. فربنا يعيننا جميعا يا رب ويبارك في ولادنا جميعا. كده خلاص وصفة النهاردة خلصت معايا، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بنزلها.